حاضر يا ست هانم، حاضر. عايز حاجة يا بيه؟ لا يا نعمة، متشكر. ايه الحكاية يا نهى؟ ما تطولي بالك شوية. اطول بالي يعني ايه؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه. يعني ايه؟ يعني البنت مش غلطانة. ومين يشهد لها غيرك انت؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ اسمع يا محمود، انا فكرت كتير في الموضوع ده واخدت قرار. قرار؟ البنت دي لازم تسيب البيت حالا، يا انا يا هي. انت بتقولي ايه يا نهى؟ هو ده قراري النهائي. يا نهى، انا قلت لك قبل كده مش معقول تحط نفسك في مقارنة معاها. من فضلك يا محمود، انا مش مقتنعة بالكلام ده، وانت اللي في ايدك الحل والتصرف دلوقتي. ايوه، بس انت كده بتحطيني في موقف وحش جدا. شفت؟ يعني انا عندي حق. طب ازاي بتقولي ما تحطيش نفسك في مقارنة معاها وانت شخصيا حطيتني في المقارنة دي؟ بدليل انك محتار بيني وبينها. لو كان صحيح مفيش مقارنة كنت على طول ومن غير تفكير تنفذ لي طلبي وتطردها. اطردها من غير ما تعمل لك او تعملي حاجة؟ اطردها من غير اي اساءة؟ ساعتها انها غيظاني مضايقاني اهو ده كلام مش معقول. افرض انه مش معقول، نفذ لي رغبتي. ما يهمكش انك تنفذ لي رغبتي؟ انا مستعد انفذ لك كل رغباتك وطلباتك، بس شرط الوحيد اني اكون مقتنع. وكل الاسباب دي ما تخليكش تقتنع؟ كل الاسباب؟ هو في اسباب خالص؟ محمود، انا هبقى مراتك ومن حقي اغير عليك. تغيري على مين؟ عليا من مين يا نهى؟ من اي حد، حتى لو كانت الشغاله. شوفي انت بتقولي ايه. لا لا يا نهى، ارجوك تهدي. مش ههدى الا اذا نفذت لي طلبي. اللي بتطلبيه ده خطير. خطير انك تطردها؟ مش مسألة اطردها. معنى طلبك ده ان كل كبيرة وصغيرة نواجهها هتحطي لي فيها عقدة وتقولي لي يا كده يا بلاش. وللسبب ده بقول لك ان اللي بتطلبيه ده مبدأ خطير. الحياة مش اتفاق على طول يا نهى. ياما هتقابلنا مشاكل وياما هنختلف في الرأي. مش معقول ابدا يكون حلك للامور انك تخيريني. يا اما انفذ لك طلبك يا كل واحد يروح لحاله. ما افتكرش ان دي تبقى حياة مستقرة. سيبك من الكلام ده، انا عايزه اسمع منك كلمه دلوقتي. يعني مصممة على طريقة التهديد؟ ليه بتعتبره تهديد؟ طب تسميه انت اي تسمية تانية. انا مش هسميه، هو مش هتنازل عن طلبي. اسف يا نهى، مش هقدر انفذ لك طلبك. انا كنت متاكده من كده. عن اذنك انا ماشيه. طب اسمحي لي اوصلك. لا، متشكره جدا. هي الهانم مشيت لوحديها يا بيه؟ ايوه مشيت. مش كنتوا خارجين سوا يا بيه؟ لا، لقيت نفسي تعبان شويه، مش هقدر اخرج الليله دي. احسن يا بيه. لا مؤاخذه، قصدي سلامتك يا بيه. اعمل لحضرتك حاجه سخنه تشربها؟ لا متشكر. نعمة، سيبيني شويه دلوقتي معلش. حاضر يا فندم. نعمة. ايوه يا فندم. آه، ولا بلاش. روح انت. حاضر حاضر يا بيه. المكواجي جاب المكوى يا نعمة. عايزين. اسكت اسكت، ما تعملش دوشه يا عم عبده، البيت تعبان شويه. تعالى تعالى. هات لي كل الاوراق اللي عايزه تخلص اكملها لك في البيت يا كريم. حاضر. مالك يا محمود بيه؟ لا ابدا، ما فيش حاجه. مفيش حاجة ازاي؟ بقالك يومين كده مش طبيعي، مكشر وبتدخن كتير، واضح انك متضايق. ابدا يا كريم، يعني يمكن يكون الحر هو اللي مضايقني. يمكن. وزي نهى هانم. لا، بخير بخير. انا همشي. طيب، تحب اجي اقعد معاك نخلص الشغل في البيت؟ لا لا لا، مفيش داعي يا كريم، اصل يمكن انام والصبح اقوم اخلص كل الاوراق. طب يا بيه، اللي تشوفه. تصبح على خير. وانت من اهله. مع السلامة. عصير ليمون يا بيه. انا ما طلبتش عصير ليمون. وماله يا بيه؟ الليمون كويس يروق الدم. مين قالك ان دمي مش رايق؟ ربنا ما يعكرش دمك ابدا، بس انا شايفه حضرتك الايام دي كده مشغول. يمكن في حاجه في الشغل يا بيه مضايقاك؟ لا 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 ابدا لا. طب فيه. ارجوك يا نعمة، خلاص بقى اتفضلي انت. حاضر يا بيه. فيه ايه يا ربي؟ اول مره يشخط فيا كده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا عبدو. امال فين نعمة؟ بتحضر الفطار لحضرتك يا سعادة البيه. انا هنا يا بيه. صباح الخير. صباح الخير يا نعمة. على الله حضرتك تكون نمت كويس. وايه الحكاية؟ حكايه ايه يا بيه؟ انتوا شايفين عليا حاجة غريبة؟ مالك نمت كويس؟ لا ابدا يا فندم، مفيش حاجه. اتفضل الفطار. هاتيلي الشاي، انا مش عايز افطر. حاضر. روح انت يا عبدو، واقف كده ليه؟ حاضر يا نعمة. الشاي يا بيه. شكر. فين الجرايد؟ الجرايد اهي يا بيه.